السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم ايمان من قناه شهيوات مع ايمان. صلوا على النبي كيف ما العاده. نبداو الفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاقتراح اللي غادي نتقسم معكم اليوم غادي يكون كيك بارد بدون فرن. غادي نحضروا التيراميسو، ولكن ماشي التيراميسو اللي كنعرفوا في الغالب. هاد التيراميسو اللي غادي نحضروه بواحد الطريقه بسيطه سهله، ومكونات ديالو جد اقتصاديين. غادي يعجبكم انا اكيده. والمذاق اخواتي ما نقول لكمش عليه، اكيده غادي تعجبكم هاد الكيكه بزاف. غادي تصبحوا مدمنين عليها. ما نزيدش نطول عليكم كثر، ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج عندي هنايا بسكوي لوتوس. تقدروا تستعملوا اخواتي اي بسكوي. اذا ما توفرتوش على هذا النوع ديال البسكوي ديال لوتوس، استعملوا اي بسكوي كتفضلوا نتوما، يكون المذاق ديالو مزيون. تقدروا تستعملوه بنفس الطريقه. فبالنسبه للكميه اخواتي، استعملوا الكميه اللي تبغيو، يعني الكميه اللي غادي تكفاكم انكم تغطيو الوجه ديال التيراميسو ديالكم بها. واحد الكميه بسيطه اللي غادي نضيفوها للكريمه باش نسمو بها الكريمه ديالنا. بالنسبه انا استعملت واحد الكميه ديال البسكوي اللوتوس اللي طحنته في هذه الاله الكهربائيه، طحنته ناعم. غادي ناخذو دابا وغادي نغربلو او غادي نخلو باش ديك الكميه ديال البسكوي اللي كتكون ناعمه هي اللي غادي نحتفظ بها باش من بعد غادي نغطي بها الوجه ديال التيراميسو ديالي. يعني هاد الكميه اللي كنغربل هي اللي غادي نحتفظ بها باش نزين بها او نغطي بها الوجه ديال التيراميسو. اما بالنسبه لهاد البسكوي اللي كيبقى لي في هاد الصفايه اولا في هذه اللي كنخل بها فيها، فهو غادي نضيفو للكريمه ديالي. كنعاود نكرر اخواتي، تقدروا تستعملوا لان كاين بزاف ديال الاخوات ما كيتوفروش على بسكوي ديال اللوتوس. استعملوا اي نوع ديال البسكوي يكون المذاق ديالو مزيون. بالنسبه للكريمه اخواتي، غادي نحتاج عندي 150 غرام من جبن كريمي. استعملوا اي نوع ديال الجبن كريمي اللي كيكون قابل للدهن وكيكون المذاق ديالو ماشي مالح بزاف، بحال مثلا فيلادلفيا او لا اي نوع كتوفروا عليه نتوما. كيف ما ذكرت معكم انا استعملت 150 غرام من جبن كريمي، ضفت عليه 2 ديال الاكياس من السكر المنسم بالفاني، وغادي نستعمل واحد 3 ملاعق كبار من السكر الخشن، اي سكر سنيده اللي كيبقى على حسب الذوق ديالكم، على حسب الحلاوه كيفاش كتعجبكم نتوما. وبالنسبه لواحد الملاحظه اخواتي، انا غادي نستعمل من بعد الكريمه السائله او كريمه ديال الخفق اللي كتكون بدون سكر. لذلك انا استعملت هاد 3 ملاعق كبار من السكر الخشن، اي سكر سنيده. وكذلك غادي نزيد حتى البسكوي اللي كنت طحنت معكم، بسكوي اللوتوس الكريمه ديالي حتى هو كيكون حلو. فجات الكريمه هي هذيك المذاق ديالها. اذا كنتو نتوما غادي تستعملوا كريمه سائله، اي كريمه ديال الخفق الخاصه بالحلويات اللي كتكون حلوه بحال مثلا هولالا، فما تستعملوش السكر. بلا ما تضيفوا السكر، ديك 3 الملاعق اللي استعملت انا استغنوا عليهم. صافي اخواتي، ديك الجبن طربته مزيان مع ديك السكر والسكر المنسم بالفاني حتى حسيت بديك الحبيبات ديال السكر دابو تماما. هيدا كنتجنب ان ديك السكر ما يبقاليش في الكريمه يعني باين. عاد من بعد ضفت نصف لتر من كريمه سائله، اي كريمه ديال الخفق اللي كيف ما ذكرت معكم انا استعملتها بدون سكر، يعني كتكون مسوسه. استعملوا طبعا اللي بغيتوا. اذا كانت عندكم حلوه غادي تستغنوا على السكر. كريمه ديال الخفق او كريمه السائله اخواتي ضروري خصها تكون بارده جدا باش ملي نطلعوها تطلع معكم بسرعه. صافي غادي نبدا نطرب الكريمه ديالي حتى تثقل معايا يعني تتوقف معايا. فكتجي واحد الكريمه غنيه وكثر من اللي غادي نضيفوا لها ديك البسكوي، وكذلك هانتوما غادي تشاهدوا معايا. صافي هذا هو القوام ديال الكريمه اللي كنحصل عليه. غادي نحيد دابا هذا الطراب الكهربائي وغادي نكمل غير بيدي. غادي نجيب اخواتي ديك البسكوي هذا اللي كنتبقى لي في ديك الصفايه، يعني كيكون شويه غير شويه خشن وصافي ماشي بزاف، هو اللي غادي نضيفو للكريمه. اما ديك البسكوي اللي غربلت يعني ناعم هذاك احتفظت به كيف ما ذكرت معكم باش هو اللي غادي نغطي به الوجه ديال التيراميسو ديالي. التيراميسو اللي هو بطريقه مختلفه، بدون بيض، بدون جبن ماسكربون، يعني شي حاجه اللي هي بسيطه المكونات ديالو. وجربوه وردوا عليا، كيجي رائع جدا. انا اكيد اذا جربته غادي تعشقوا هذا التيراميسو، هذا تيراميسو لوتوس.
صافي من بعد ما ضيف ديك البسكوي ديال اللوتوس للكريمه ديالي، دخلته مزيان مع الكريمه. غادي ننتقل دابا للبسكوي. عندي اصابع ديال هذا البسكوي هذا البسكوي الخاص بالتيراميسو. اذا ما توفرتوش عليه مثلا استعملوا شي نوع ديال البسكوي حتى هو اذا بغيتو، يعني ماشي شرط تستعملوا اي نوع ديال البسكوي اخواتي، يكون غير يعني شويه غليظ باش ملي توضعوه في القهوه ما يذوب لكمش بسرعه. صافي هنا خديت قهوه، القهوه العاديه ماشي قهوه سريعه الذوبان، لا القهوه العاديه اللي كنحضروا. ما ضفت لها حتى شي اضافات، يعني ما ضفت لها لا سكر لا والو، قهوه مسوسه خليتها بردت، غير هي خليوها شويه تبرد باش هاد البسكوي ما يتشرب لكمش شي كميه كثيره ديال القهوه وكيجي فازك بزاف ما كيجيش شي مزيان. يعني نخليو القهوه ديالنا على الاقل حتى تدفى او حتى تبرد تماما، عاد نبداو نوضعوا فيها هذا البسكوي هذا، يعني نشربوه شويه هذا القهوه ونوضعوه يعني في غادي تستعملوا نتوما اي قالب. انا استعملت هذا الفايركس هذا الزجاجي، تقدروا تستعملوا اي قالب عندكم ديال الكيك اللي كيتفتح اولا بحال هيدا النوع ديال الزجاج اللي بغيتو. صافي غادي نكمل اخواتي الطبقه الاولى كامله، غادي نوضع فيها هذا البسكوي هذا نغطيها مزيان، ومباشره فوق منها غادي نجيب الكريمه اللي حضرت معكم بمذاق ديال اللوتوس، يعني بديك البسكوي ديال اللوتوس، وكذلك بديك الكميه ديال الجبن اللي حتى هو يعني كتجي كريمه اللي كيف ما ذكرت معكم غنيه. غادي نوضع نصف الكميه ديال الكريمه، نسرحها بحال هذا الشكل هذا، وغادي نستمر ملي نسرحها نعوض لها الوجه ديالها. غادي نوضع فوق منها الطبقه الثانيه ديال البسكوي، يعني غادي نعملوا جوج ديال الطبقات ديال البسكوي وجوج ديال الطبقات ديال الكريمه. فكيف ما ذكرت معكم اخواتي، حتى بالنسبه للبسكوي ديال اللوتوس استعملوا اي بسكوي بغيتو نتوما، يعني كاين النوع ديال البسكوي اللي كيكون مزيون المذاق ديال كوكو، اي جوز الهند اولا بمذاق القرفه، يعني تقريبا بحال المذاق ديال اللوتوس. ماشي شرط اخواتي استعملوا البسكوي اللي توفروا عليه، لان كاين بزاف ديال الاخوات ما كيتواجدش عندهم البسكوي ديال اللوتوس، اولا ملي بغيو يحضروا التيراميسو ما غادي يكونش متواجد، تقدروا تستعملوا يعني تستبدلوا بسكوي اللوتوس باي نوع ديال البسكوي نتوما متوفرين عليه. وبالنسبه للكريمه السائله تقدروا تستبدلوها ببودره ديال الكريم شانتي. مثلا غادي تستعملوا العلبه ديال الكريم شانتي اللي كيكون الوزن ديالها 100 غرام مع 200 ملل ديال الحليب البارد، تطلعوها وتضيفوا لها الجبن اذا بغيتوا تستغناو على الجبن استغناو عليه، وغادي تضيفوا البسكوي ديالكم للكريمه. ملي تطلعوا الكريم شانتي ديالكم مزيان ضيفوا له البسكوي. بالنسبه اخواتي هاد نصف الكميه ديال الكريمه اللي تبقات لي، فبغيت شويه ديال القرمشه وشويه ديال الفواكه الجافه تجيني في التيراميسو ديالي، بحال مثلا الكركاع اللوز. انا الصراحه استعملت اللي توفر عندي، شويه ديال اللوز، واحد 6 ديال الحبات ديال اللوز وقيله قطعتهم بالموس يعني بالسكين هيدا باش يبقاو القطع ديالهم باينين. اللوز خليته بالقشره ديالو، واحد شويه ديال الكركاع حتى هو قطعته، واحد 2 ديال الحبات ديال الكركاع. المهم اللي توفر عندي اخواتي شويه ديال الفواكه الجافه اللي قطعتها صغيره بالموس اولا بالسكين باش يبقاو القطع ديالها باينين. ضفتهم من ديك نصف الكميه ديال الكريمه اللي عندي منسمه بسكوي ديال اللوتوس، وغادي نوضعها فوق الطبقه الثانيه ديال البسكوي. هذه الطبقه الاخيره ديال الكريمه غادي نحاول نعوض لها الوجه ديالها مزيان. فديك شويه ديال اللوز والكركاع اللي ضفت كميه اللي بسيطه كيف ما شاهدتوا معايا. طبعا تقدروا تضيفوا كميه اكثر اذا بغيتوا، كيبقى لكم الاختيار. فالصراحه جات رائعه، يعني كتاكلوا كتحسوا بديك القطع ديال اللوز والكركاع واخا هي غير كميه بسيطه جات باينه. صافي من بعد ما عوضت الوجه ديال الكريمه ديالي مزيان، غادي نجيب بسكوي اللوتوس اللي غادي نرجع نوضعو في هذه الصفايه اولا في هذه اللي كنخلو فيها، وغادي نبدا نوضعو بحال هذا الشكل هذا. يعني غادي نغربلو حتى نغطي الوجه ديال التيراميسو ديالي كامل بهذا البسكوي هذا. فكيف ما شاهدتوا معايا سهله هذه التحليه اولا هذه الكيكه، جد سهله وكتحضر بسرعه، وانا اكيده غادي تعجبكم بزاف. عاودت لكم بزاف ديال المرات لان حقا كتستحق انكم جربوها خلوها تبرد واحد الساعه 2 ساعات وردوا عليا، انا اكيده غادي تعجبكم. صافي هنا زينتها بما اننا مستعملين بسكوي اللوتوس، زينتها بجوج ديال القطع ديال البسكوي ديال اللوتوس على الوجه ديالها.
وكتكون هذه هي التحليه. تيراميسو، كيكه بارده بمذاق اللوتوس، سميوها كيف ما بغيتو اخواتي. ضروري ما غادي نقطع معكم الكيك ديالي، انا وضعته الصراحه في المجمد باش بسرعه يبرد معايا، يتماسك ديك البسكوي يعني يرطب شويه ويتماسك. وهيدا باش نكمل معكم التصوير يعني في نفس اليوم، ساعه تقريبا او نصف ساعه اللي وضعتها في المجمد، غير شويه وصافي وكملت معكم التصوير. نتوما طبعا اذا عندكم الوقت حضروها وخليوها في الثلاجه، غير في الثلاجه 2 ساعات او ليله كامله، شحال ما بقات في الثلاجه فهي كتجي كتزيان اكثر، كتزيد يعني تسلدات اكثر. كيف ما كنعرفوا هذا البسكوي او نوع ديال او اي نوع ديال الكيكات الباردين كيبغيو يبقاو شويه في الثلاجه. فكيكون هذا هو الشكل ديالها من الداخل. نتمنى يا ربي الاقتراح ديال اليوم والفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. اذا عجبتكم الفكره ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم اخواتي، ما تنساونيش كيف ما العاده بلي لايكات ديالكم والتعاليق الجميله، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وسمحوا لي كنغيب عليكم شويه هذه الفتره مع الصيف، نتوما عارفين ما كنقدروش ندخلوا للمطبخ بزاف. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه.